في البداية بس خلّيني أشرح لك إحنا ليه بنتأخّر في التنزيل من غير ما تتعصّب عليّا. بُص يا اسطى، مع إنّي قُلت الكلام ده قبل كده، بس ماشي يا عم أنت حبيبي وهاقوله لك تاني. لو نزلت بصّيت بصّة كده في الdescription هتلاقي قناة الكورة وإحنا في فترة إيه، صح كأس العالم، ما أنت حلو أهو يا اسطى. إحنا بقى بنحاول نشتغل هناك شوية الفترة دي عشان نكبّر القناة على قد ما نقدر. بس مش معنى كده إنّك هتخلص منّي هنا، أنا جيت لك أهو وإن شاء الله الفترة الجاية هننتظم أكتر في التنزيل. خلّيك أنت بقى أحسن منّي وروح دلوقتي بُص بصّة على قناة الكورة وقُل رأيك هناك وما تنساش تشترك قبل ما تطلع. وبس طوّلت عليك كده بما فيه الكفاية، هات لك بقى حاجة تاكلها ويلا نبدأ. بيبدأ فيلمنا في مقر الشرطة الدولية في ليون في فرنسا مع ضابط اسمه سايمون، واللي في الوقت ده بيكون بينسحب من قضية كان شغال عليها وفشل يحلها، والقضية دي بتاعت شخص اسمه إبرام قريشي، واللي هم لحد دلوقتي حتى ما يعرفوش شكله ايه. ولما الضابط الجديد بيقول له يديله أي نصيحة في القضية، بيقول له إن القضية دي هتخليه يغير نظرته لكل حاجة في الدنيا، لأن قريشي دايما بيكون مستعد لأي حاجة. وبنتنقل بعدها للهند، واللي بيكون فيها شغب شغال قدام مستشفى بسبب إن منصب رئيس الوزراء دلوقتي بقى فاضي بعد موت رئيس الوزراء BKR، والناس بتحاول تختار شخص كويس للمنصب ده مكانه. ده بقى جوفردان، وهو صحفي هندي، وده بالظبط عامل زي بهجت صابر عندنا كده، بيفتح لايف ويقعد يشتم في الحكومه ويشتم في المتابعين ويشتم في اي حد يجي في سكته. المهم انه بيقول ان اذكى شخص واقربهم للمنصب هو وزير الداخليه واللي اسمه فارما. ده بقى هو فارما، واللي من اول نظره ليه كده هتعرف انه شخص مش سالك، والكل عارف انه شخص مكار جدا في اي حاجه ليها علاقه بالسياسه. وده بيبان اكتر لما بنشوف انه متفق مع صاحب المستشفى واللي اسمه نايدو انه يكون كبش فدا لموضوع موت رئيس الوزراء ده. وكمان بنشوف ان اللي بيحركوا الناس في المظاهره دي اصلا شغالين معاه. وكمان بيكلم قناه فضائيه عشان يغطوا كل اللي بيحصل، وبعدها بيكلم الشرطه عشان تستخدم القوه في فض المظاهره. وفعلا بتبدا الشرطه تستخدم العنف، ورجاله فارما بيتفرجوا على اللي بيحصل ده وهم مسترخيين في العربيه خالص. وبكده بيكون فارما متحكم في كل حاجه بتحصل، وبنشوف انه فعلا غول سياسه. وبنرجع تاني لجوفردان، واللي بيقول ان في شخص ممكن يكون ليه علاقه باللي حصل، وهو جي ديف، لان جي ديف ده هو جوز بنت رئيس الوزراء اللي مات، لكنه شخص فاسد واي جرائم بتحصل في البلد هو متاكد انه ليه علاقه بيها. لكنه برضه بيقول ان اكتر شخص ممكن يكون رئيس الوزراء الجاي هي بنت BKR واللي اسمها ساتيا، لان الحكم عندهم ماشي بنظام التوريث. مش عارف ليه والله، حاسس اني سمعت الكلام ده قبل كده. المهم ان هي دي بقى ساتيا، واللي بتكون الوحيده اللي حزينه بجد على موت ابوها. وبمجرد ما بتوصل ساتيا، الكل بيمثل قدامها انهم زعلانين، بما فيهم فارما ونايدو وجي ديف جوزها. وفي وسط مراسم العزا بيروح فارما لساتيا وبيقول لها ان الكل كان بيحب ابوها عشان كده الكل حضر، لكنها بتقول له انها مش مهتمه مين اللي جه ومين اللي ما جاش، واهم حاجه انه يتاكد ان الشخص اللي هو عارفه ما يجيش. وما بنكونش عارفين هما بيتكلموا عن مين، المهم ان فارما بيفهم وبيقول لها انه هيتاكد بنفسه من ده. وبنروح بقى تاني لجوفردان، واللي المره دي بيقول ان الشخص اللي هيتكلم عنه ده هو اخر شخص لكنه اهم واحد، وهو امين الحزب بتاع رئيس الوزراء اللي مات، وشخص محبوب من كل الناس، لكنه عارف برضه انه طالما ليه علاقه بالسياسه فهو اكيد متورط في حاجه مشبوهه، واسم الشخص ده هو براهما. وبيقول ان براهما هو عكس BKR خالص، لانه شخص بوشين، وكان ليه علاقه قويه بBKR، وكان كاتم اسراره كمان، وقدر في الفتره دي يخلي كل الناس تحبه. وبنعرف ان براهما ده هو الشخص اللي ساتيا قالت عليه لفارما انه يمنعه من انه يحضر. وبنشوف ان حتى رجاله فارما متلبشين وبيقولوا انهم مش هيقدروا يمنعوه، عشان كده بيكلف فارما مفتش الشرطه بمهمه ان هو اللي يمنع براهما من الدخول. وبتوصل عربيه براهما في الوقت ده، وبيروح له المفتش وبيقول له انهم واخدين اوامر ما يسيبوش اي حد يدخل. وفي الوقت ده بقى بنتعرف على براهما، واللي بمجرد ما بينزل من عربيته بس ما بيقدرش الشرطي انه ينطق قدامه، وبيضطر يسيبه يدخل. وبمجرد ما بيدخل بيتلم الناس حواليه وكل الكاميرات بتتوجه ناحيته، وبيروح فارما يبلغ ساتيا انه ما قدرش يعمل اي حاجه. وفعلا بيوصل براهما لجثه BKR، وبنشوف انه اكتر شخص حزين عليه بجد. ومن ذكرياته بنعرف ان براهما اصلا هو ابن BKR، لكن الناس كلها ما تعرفش ده. وبعد ما بيقدم مراسم عزاه وبيكون ماشي، بنشوف ان في كره كبير من ساتيا لبراهما وما بنكونش عارفين ليه. ومن ذكرياته برضه بنعرف ان BKR خلف براهما من ست فقيره، وخبوا خبر ان براهما هو ابن BKR عشان سمعته ما تسوقش لو الناس عرفوا حاجه زي كده. لكن ابوه قرر انه يخليه جنبه كمساعد ليه، وكاتم اسراره في اخر 6 سنين قبل ما يموت، من غير برضه ما الناس يعرفوا سرهم. وبنشوف قد ايه براهما زعلان من كده ونفسه كل الناس يعرفوا الحقيقه، لكن مش قادر يقول. وبنتنقل بقى بعدها لمومباي، عشان من تاني يوم بعد موت BKR بنبدا نشوف فعلا فساد فارما وجي. وبنشوف ان جي بيدعم فارما عشان يكون رئيس الوزراء، وبيكون رايح يعرفه على شخص اسمه عبدول. وعبدول ده شخص عنده نفوذ كبير جدا لدرجه ان فارما نفسه بيكون خايف وهو داخل المكان بتاعه. وعبدول ده هو الشخص اللي بيمول جي، عشان كده كان لازم يعرفه على فارما. ده بقى هو عبدول، وهو الدراع اليمين لشخص كبير جدا في تجاره المخدرات واسمه لوكاس. وعبدول هو اللي بيدير له كل شغله. ولما بيسالهم عبدول هو ليه ممكن يخلي لوكاس يكمل تمويلهم، بيوعدوا جي انه
هيخليه ينشر مخدراته في الولايه بتاعته زي ما هو عايز من غير ما اي حد من الشرطه او الصحافه يتعرض له. ولما بيقول له يقول العرض ده للوكاس ويشوف ايه رايه، بيتفاجئ ان عبدول بيقول لهم ان لوكاس اصلا شايفهم وسمع كل كلامهم ده، وبيشغل له شاشه وبنشوف عليها لوكاس واللي بيسالهم عايزين كام، وبيقول له جاي انهم عايزين 750 مليون كل شهر، لدرجه ان حتى فارما بيتخض من الرقم. وبيتفاجئ اكتر لما بيلاقي لوكاس بيقول انه موافق لكن بشرط، وهو ان كان في مصنع حطب زمان وده كان واجهه لتجاره المخدرات بتاعته في البلد، والحكومه قفلت المصنع ده، ولو جاي وافق انه يفتحوا له تاني هيديله كل الفلوس اللي هو عايزها، واكيد جاي بيوافق. وبسبب اللي شافه فارما بيقول لجاي ان بي كي ار ما كانش بيستغل موهبه جاي كويس، لكنه لما يفوز بالمنصب هيدي لجاي كل الصلاحيات اللي هو عايزها. لكن جاي بيفاجئه لما بيقول له انا شايفك عمال تقول انا هبقى رئيس الوزراء وسايبك بمزاجي، وبيقول له جاي انا المسؤول عن موت بي كي ار وان اللي هيكون في المنصب ده هو انا. وبيبدا بقى يفتكر اللي حصل بينه وبين بي كي ار، وفي الوقت ده بيكون بي كي ار بيزعق مع كل المسؤولين في الدوله وبعدها بيمشيهم. وبيتفاجئ جاي لما بي كي ار بيقول له انه عارف انه اكيد ليه يد في الفساد اللي بيحصل ده. ساعتها بيعترف له جاي بكل حاجه وبكل بجاحه، وبيقول له انه هو اللي بيعتني بالحزب بتاعهم مش بي كي ار، وبيقول له انه هيسيبه عايش لمده سنتين بس وزي ما يكون بيهدده. وساعتها بيحس بي كي انه بيقول له انه هيقتله، عشان كده بيضربه على وشه. وبنرجع بقى ساعتها للوقت الحاضر وبنشوف صدمه فارما نفسه لما بيعرف الحقيقه. وفي الوقت ده فعلا بيكون اعضاء الحزب قاعدين مع ساتيا بيقنعوها انها تنصب جاي للمنصب مش فارما. وفي الوقت ده بنشوف ان فعلا جاي داهيه اكبر بكتير من فارما، وهو اللي متحكم بجد في كل حاجه بتحصل، لدرجه انه كمان بعد ما بيروح البيت لساتيا بتقول له ان اعضاء الحزب اقنعوها ان هو اللي يمسك المنصب، وبيعمل فيها غلبان وبيقول انه رافض الموضوع والكل بيضغط عليه عشان يوافق، عشان كده هيوافق وامره لله. وبتقول له ان الاعضاء قالوا لها ان حتى فارما موافق، وبيقول ان جاي هو الوحيد اللي يقدر يقف قدام براهما. وبنشوف ساعتها قد ايه هم كلهم بيكرهوا براهما. وبتوصل الاخبار دي لبراهما اللي بيبان انه الوحيد اللي فاهم جاي بيفكر ازاي وعارف كل خططه. وبنشوف ان جاي بعد ما بيسيب ساتيا بيروح لاوضه اختها جانفي وبيحاول انه يتحرش بيها مقابل انه يجيب لها المخدرات اللي هي بتشربها، وهو الوحيد اللي عارف بالموضوع ده. وبنشوف انها بتحاول على قد ما تقدر انها تبطل، عشان كده بتطرده من اوضتها. وتاني يوم بيجتمع جاي مع فارما واللي بقى مجرد مساعد ليه دلوقتي، وبيقول له فارما انه لازم يوصل لاتفاق مع براهما عشان يتاكد انه ما يكونش عقبه قدامه لان الناس بتحبه. وفعلا بيبعت لبراهما وبيعزمه عنده عشان يحاول يوصل معاه لاتفاق. وبيوصل براهما فعلا، واللي بمجرد ما بيدخل يبدا يفتكر قد ايه ابوه كان تعبان جدا على منصبه ده. وبيحاول فارما على قد ما يقدر انه يقنع براهما يكون معاهم، لكن براهما بيبص له بصه اللي هو يا اسطى ما تشتغلش نفسك انا فاهم كل حاجه. ولما بيحاولوا يقولوا له انهم وصلوا لممول كويس جدا للحزب بتاعهم والموضوع واقف على موافقته بما انه امين الحزب، ولما بيسالهم هو مين الممول ده بيقولوا له انها شركه ادويه. وساعتها بيقول لهم براهما انه فاهم كويس واكيد عارف انهم يقصدوا مخدرات مش ادويه. ولما بيحاول فارما يقنعه انها شركه ادويه قانونيه بيتفاجئ بجي جاي يعترف له برضه وبكل بجاحه انها مخدرات فعلا مش ادويه، وانه مش خايف من حد. وبيحاول كمان يهدد براهما وبيقول له ان بي كي ما بقاش موجود عشان ينقذه منه، لكن براهما بيرد عليه وبيقول له ان محدش بقى موجود عشان ينقذه هو منه، وان مش هيسمح له يوسخ الكرسي اللي بي كي تعب فيه، وبيسيبه وبيمشي. عشان كده بيقرر جاي انه هيرشي كل اعضاء المجلس عشان يصوتوا كلهم لجاي، وفعلا بيعمل لهم اجتماع، لكن من بينهم بيكون في واحد شغال مع براهما. وفي الوقت اللي بيوصل الخبر لبراهما باللي بيعمله جاي بيكون جاي كشف جاسوس براهما بسبب ان شكله متوتر جدا، لكن برضه براهما مش سهل وكان عنده خططه هو كمان. ولما بيكون جاي بيحاسب جاسوس براهما وبيخليه يكلمه عشان يقول له انه اتكشف، بيتفاجئ جاي ان براهما بيقول له انه هو كمان اتكشف. وبنعرف ان براهما عرف كل حاجه عن مصنع المخدرات اللي جاي بيحاول يعيد فتحه وهو رايح له دلوقتي. وساعتها كمان بيتفاجئ جاي اكتر لما بيلاقي ان براهما ملهوش مؤيد واحد بس ولا حاجه، انما ده اكتر من 40 عضو من ال 140 معاه، وبيعرفوه ان براهما عارف كل حاجه ومش نايم على ودنه، وبيسيبوه وبيمشوا. وبيوصل كمان براهما لمكان المصنع في الوقت ده، لكننا بنشوف ان المساعد بتاعه بيراقبه وماشي وراه. وبيقعد براهما قدامهم وبيقول لهم ان المصنع ده هيفضل مقفول، لكن واحد منهم بيطلع مسدسه وبيضرب نار على براهما. وبنتنقل ساعتها للمساعد بتاعه، وبنشوف ان المساعد بتاعه ده اصلا شغال مع جاي وبيحكي له اللي حصل وهو خايف. وبيتفاجئ جاي لما بيقول ان براهما ما طلعش طيب زي ما كنا فاكرينه، وده بسبب انه لوحده قدر يخلص على الموجودين كلهم من غير حتى ما يبذل اي مجهود. وبنشوف بقى بعدها مشهد قتال هندي عظيم من اللي انتوا عارفينه، ناس بتطير وناس بتتشقلب من لمسه. المهم يعني انك تعرف ان براهما طلع شخص قوي جدا ومش طيب زي ما انت فاكر. لكن جاي بيكون جاهز بخطه وبيبلغ الشرطه وبيقول انهم لو قدروا يلاقوا اي حاجه تخص براهما في المكان ده ولو مجرد شعره واحده منه هيقدروا ساعتها يلبسوه قضيه. لكننا برضه بنشوف ان براهما مش سهل وانه جاهز لكل ده، لان الشرطه لما بتوصل هناك ما بتلاقيش اي حاجه تدل ان كان في اي خناقه هنا او ناس ماتت او رصاصه واحده اتضربت. وبيتفاجئ فارما لما بيبلغوه ما بيكونش مصدق ان براهما قدر يعمل كل ده. وبيقول براهما بعدها انه بيحاول يمنع دخول المخدرات للبلد وجاي عايز يفتح مصنع جواها، عشان كده ولاول مره بيقول براهما انه هيضم كل اعداء
الحزب ليه وهيكون هو رئيس الحزب واللي هيفوز بالمنصب. وساعتها ما بيكونش قدام جاي الا انه يستعطف ساتيا وبيسخنها على براهما لانها مش فاهمه اللي بيحصل وليها تاثير كبير على الاعضاء. ولما بتكون ساتيا لوحدها بتبدا تفتكر اللي حصل، وبنعرف ساعتها سبب كرهها لبراهما، وبنعرف ان في يوم ابوها جاب براهما لبيتهم بعد ما امه ماتت وعرف ام ساتيا كل حاجه، لكن ام ساتيا رفضت ان براهما يعيش معاهم وقالت له ان كان المفروض يموت مع امه. وساعتها بيتعصب بيكي وبيضرب ام ساتيا قدامها، وبسبب انها متعصبه بتحاول تضرب براهما لكن بيكي بيشيله من قدامها، فبتقع وقعه هندي وبتتخبط دماغها في الكرسي وبتموت موته هندي توجع البطن والله. بس معلش استحمل معايا وعديها. وكانت ام ساتيا ساعتها حامل في اختها جانفي وقدروا ينقذوا جانفي، لكن الام بتموت. ومن ساعتها وساتيا معتبره براهما هو السبب في موت امها، وبتربي اختها لوحدها وبتكون رافضه ان براهما يعيش معاهم زي امها بالظبط. وبنرجع بعدها للوقت الحاضر، وبيكون ساعتها الاجتماع اتعمل، وبتروح ساتيا ومعاها جاي وبتبدا تكلم الناس وبتعلن انها بتأيد جاي وانه لازم يكون الشخص اللي يورث مكان ابوها. وساعتها بتقوم خناقه بين اتباع جاي واتباع براهما، لكن ساعتها بيدخل براهما دخول رايق يسبب حرايق وبيخلي كل الموجودين يسكتوا. وبنرجع بسرعه كده لليوم اللي قبله عشان نعرف خطه براهما، وبنعرف ساعتها انه مش عايز يكون الرئيس ولا حاجه، لكنه برضه مش هيسيب الموضوع لجاي، وخطته انه يخلي ساتيا نفسها هي اللي تاخد المنصب. وفعلا بيبدا ينفذ خطته، واول ما بيدخل بيقول ان ساتيا مش من حقها تتكلم لمجرد انها بنت بيكي، وانها لو عايزه تتكلم لازم تكون عضو حقيقيه في المجلس. وبيفضل يتكلم عشان يسخن ساتيا، واللي فعلا بتسخن من كلامه وبتبدا تكلم الناس من قلبها بجد. واكتر واحد بيكون قلقان من كل ده هو جاي، واللي اتحط دلوقتي في صوره انهم ينتخبوه بس لمجرد انه جوز ساتيا، انما هو كجاي مش مؤهل للمنصب ده خالص. وبتنجح خطه براهما فعلا لما جاي بنفسه بيقول انه متنازل عن حق المنصب ده لساتيا، وبيكون مستني براهما يعترض، لكنه بيتفاجئ لما بيلاقي براهما بيهني ساتيا بمنصبها الجديد وبيقول انه موافق كمان. لكن وهو مروح مع فارما بيقول له جاي انه يستنى لتاني يوم ويشوف ايه اللي هيحصل. وتاني يوم بنعرف ان براهما كان بيعتني ببنت يتيمه، وانه اصلا المكان اللي عايش فيه ده هو عباره عن ملجأ ايتام. وفجأة تاني يوم لقاها بتطلب انها عايزه تمشي من الملجأ ومصره على ده، وبيضطر يوافق وبيديها فلوس وبيقول لها تهتم بنفسها وبابنها. وعند ساتيا في الوقت اللي بتتخانق فيه مع جانفي لانها بتسحب فلوس كتير وما بتقولش بتوديها فين، بيجي جاي وبيقول لها ان في حاجه مهمه في التلفزيون لازم تروح تشوفها. ولما بتطلع بيبدا يتحرش بجانفي وبيقول لها انه هيجيب لها مخدرات احسن من المحليه اللي بتشربها دي. وفي التلفزيون بتلاقي ساتيا البنت اللي كان براهما بياخد باله منها، وبنعرف ان جاي رشاها عشان تعمل فضيحه لبراهما. ومع انه بيكون صعبان عليها لانه كان طيب معاها جدا، الا انها فعلا بتطلع وبتفضحه، وبتقول ان الطفل اللي معاها ده هو ابن براهما واللي خانها وهرب بعد ما خلفت. وبتبدا فعلا الناس يكرهوا براهما بعد ما كانوا بيحبوه، وسمعته بتبدا تسوء. ولانه قائد مهم في حزبها بتطلب الشرطه من ساتيا انها تتعاون معاهم عشان يقبضوا عليه. وفعلا بيتم القبض على براهما، وبيحاولوا على قد ما يقدروا ان الطريقه تكون مهينه وهم بيقبضوا عليه. وبيكون براهما مسلم لهم نفسه من غير اي كلام لحد ما الضابط بيعامل بنت من الملجأ معامله وحشه، وساعتها بيضرب الضابط وبيمسكوه عنه بالعافيه. وبالليل بيروح جاي يزور زنزانه براهما وبيحاول يستفزه، وبيقول له انه احسن له يقول للاعضاء اللي معاه يبقوا مع جاي، وبيقول له انه لو عمل كده هيطلعه من السجن، انما غير كده هيفضل طول عمره فيه. لكن براهما حتى ما بيردش عليه اصلا، وده بيخلي جاي يتعصب ويقول للسجان يفتح له عشان يخرج، لكنه بيتفاجئ ان حتى السجان مش عايز يرد عليه وما بيفتحلهوش غير لما براهما بنفسه بيشاور له. وساعتها بيعرف جاي ان حتى وهو في السجن في ناس لسه بتحبه وعارفين انه مظلوم. وبعد ما بيمشي جاي بتيجي لبراهما مكالمه على تليفون السجان اللي بره، وبتكون المكالمه من شخص اسمه مسوم. ومن كلامهم بنعرف ان وجود براهما في السجن ده اصلا جزء من خطته. وتاني يوم بياخد جاي ساتيا وبيروحوا للحزب عشان يحاولوا ياخدوا اتباع براهما في صفهم، لكن بعد جلسه طويله بيفشلوا في ده. وبيكون فارما مستغرب هم جايبين الشجاعه دي منين والقائد بتاعهم مسجون. عشان كده جاي بيقول ان الحل الوحيد ان براهما لازم يموت، وساعتها هيبطلوا يمشوا وراه فعلا. وفعلا تاني يوم بيبعت ناس من جوه السجن عشان يقتلوا براهما، لكن على مين يا باشا؟ ده حتى مدير السجن لما بيوصل له خبر ان في خناقه في قسم النجاره بيقول لهم يقفلوا الباب عليهم ويطلبوا الاسعاف للي بيتخانقوا مع براهما. وفعلا براهما بيقوم معاهم كلهم بالواجب في خناقه هندي طويله جدا برضه، وبيطلع منها زي الشعره من العجينه. وبنتنقل بعدها للبنت اللي سجنت براهما واللي بتكون حاسه بالذنب من اللي عملته فيه، وبنعرف انها مرات مساعد براهما اللي خانه وشغال مع جاي، وبتقول له ياخدها للتلفزيون عشان هي عايزه تقول الحقيقه للناس كلها لانها مش قادره تعيش بالطريقه دي. وساعتها بيتصل جوزها بجاي وبيبلغه باللي بيحصل، وبيقول له ان الافضل يسفرها بره البلد، لكن جاي بيقول له انه مش فاضي للحاجات الصغيره دي وانه يقتلها عشان يخلص منها. ولما بيشوفه فارما وهو متعصب كده بيقول له انه لحد دلوقتي ما خدش فرصته وان هو عايز يتصرف بنفسه. وبيوافق جاي ان فارما هو اللي يتصرف، وبيروح يلجأ لنايدو صاحب المستشفى واللي يعتبر رئيس حزب المعارضه ومعاه اعضاء كتير مؤيدين ليه، وبيطلب نايدو مبلغ
كبير عشان يخلي الاعضاء بتوعه يصوتوا لجي، وبيضطر جي يطلب الفلوس دي من عبدول. ومع انه ما وفاش بوعده بانه يعيد فتح مصنعهم، لكنهم بيقرروا يدوا له فرصه اخيره، وفعلا بيبعت عبدول العربيات اللي فيها الفلوس، لكن وهي في الطريق بيطلع عليهم مسوم وبيفجر العربيات بيهم باوامر من براهما. وبيكون جي وفارما مش فاهمين اللي بيحصل ومتوترين جدا، لدرجه ان جي بيتعصب على فارما وبيخوفه عشان يسكت. والاول مره بيفتكر فارما انه عنده كرامه، وبسبب التهزيق اللي خده من جي بيقرر ينضم لبراهما. وبيزوره في السجن فعلا وبيعترف له بكل حاجه عملها جي عشان ياخده تحت جناحه. وبيقرر فارما يحطه تحت الاختبار لحد ما يشوف اذا كان هينفعه فعلا ولا لا. وبيقول له فارما انه عارف ازاي هيخلي الحزب بتاعه كله مع براهما، وبعدها بيمشي. وعند البنت اللي سجنت براهما بيبعتوا واحد عشان يخلص عليها هي وابنها، لكن ساعتها جوزها بيقف له وبيقول له ان الطفل ده ابنه والست دي مراته، وهو مش هيسيبهم يموتوا. وبيقول له الراجل انه هيتصل له باللي بعته وهو هيقرر يعمل معاه ايه. وفعلا بيتصل له بيه وبيعترف الراجل بكل حاجه، لكنه بعدها بيتفاجئ ان اللي على التليفون هو براهما مش جي. وبيعرف ساعتها المساعد ان براهما كان عارف كل حاجه من الاول، ومع كده كان برضه بياخد باله منه هو ومراته. وكمان باعت له جوازات سفر وبيقول له يسافر بعيد عن جي عشان ما يأذيهوش. وفي السجن بنشوف ان براهما طلب يشوف بهجت صابر، لانه الصحفي الوحيد اللي بيقول الحقيقه من غير ما يخاف، وبيديله قائمه فيها كل اسامي الفاسدين اللي في الحزب بتاعهم. ولان بهجت شايف ان كل الحزب ناس فاسده، بيكون فاكر ان براهما عايز يستغله بالمعلومات دي عشان يبتز اعضاء الحزب، لكن براهما بيقدر يقنعه انه بيحاول يعمل اللي فيه الخير للبلد. وبعد ما كان بهجت صابر واخد فكره غلط عن براهما، بيطلع من عنده وهو بيحترمه جدا. وفي محطه التلفزيون بيتفاجئ كل الناس بمساعد براهما ومراته راحوا هناك، وبيعترفوا قدام كل الناس بكل حاجه، وان براهما بريء من اي حاجه قالوها قبل كده. وقبل ما يقولوا مين اللي ورا كل ده، بيوصل صاحب القناه واللي شغال مع جي وبيفصل البث كله قبل ما يقولوا اي حاجه. وفي الوقت ده بتكون ساتيه في المستشفى لان اختها وقعت في الجامعه ونقلوها لهناك، ومن التحاليل عرفوا انها بتتعاطى مخدرات وبلغوا ساتيه بده. وبمجرد ما بتدخل ساتيه لاختها بتلاقي الدكتوره الشرطي اللي شغال مع جي قدامها، وبيقول لها انه عايز كل التقارير واي حاجه تخص حاله جانفي. وفي الاوضه لاول مره بتواجه ساتيه اختها وبتسالها مين اللي بيجيب لها المخدرات، وبتقول لها جانفي انها مش هتصدقها، لكن ساتيه بتقول لها تتكلم. وبمجرد ما بتحكي لها ان جي هو اللي بيجيب لها المخدرات بتتعصب عليها وتضربها كمان وما بتصدقهاش، لكن جانفي بتقول لها انها حتى لو ما صدقتهاش بس على الاقل ما تثقش في جي. والاول مره بتقول لها الحقيقه كامله، وهي ان جي هو السبب في ادمانها للمخدرات، لانه هو اللي في اول مره خالص خلطها لها مع الاكل، ومن بعدها خلاها مدمنه عليها عشان يذلها بيها ويتحرش بيها براحته. وبتبدا ساتيه تصدقها فعلا وبتقرر انها تواجه جي. وبالليل لقيته هو اللي جاي لها وبيقول لها انه كان عارف ان اختها مدمنه، لكنه ما قالهاش عشان خاف على مشاعرها، وانه حاول يخليها تبطل لكنه ما قدرش. لكنها بتقوم تضربه وبتواجهه باللي عرفته كله، وكعادته وبكل بجاحه بيقول لها انه فعلا عمل كل ده، ومش بس كده، ده جوازه منها اصلا كان عشان يوصل للنفوذ والسلطه. وعشان يكمل قصته كلها بيعترف لها كمان ان هو اللي سمم ابوها. وبنعرف انه في اليوم اللي هدد فيه ابوها بدله البخاخه بتاعته ببخاخه فيها سم عشان ما حدش يكتشف ان ليه يد في الموضوع. وفعلا اول ما بيرش منها بيكي بيتسمم وبيموت في ساعتها، وبعدها بيرجع جي البخاخه الاصليه لمكانها. وبعد ما بيقول لها على كل حاجه بيهددها انه ماسك ادله ان اختها مدمنه، وانه ممكن يسجنها في اي وقت لو ما سكتتش. وبتفتكر قد ايه هي كانت رافضه وجود براهما، مع ان ابوها كان بيقول لها ان براهما هو الوحيد اللي ممكن يطلعها من اي مشكله هي فيها، وكان بيفكرها كل شويه ان اخوها هو الوحيد اللي هيكون سندها وقت الشده. وفي الوقت ده بيكون براهما طالع من السجن بعد ما ثبتت براءته، والاول مره بتقرر تتنازل عن كل افكارها القديمه، وبيفرح براهما جدا لما بيلاقيها بتتصل بيه. ومع اول كلمه منه بتعرف قد ايه هي كانت ظلماه، والاول مره بتناديه على انه اخوها. وبيتقابلوا عند قبر ابوها، وهو اكتر شخص كان نفسه انهم يتجمعوا في يوم. وبعد ما بتعترف له انها كانت غلطانه في حقه وبيقول لها انه مسامحها، بتبدا بقى تحكي له كل حاجه هي عرفتها. وبتزود غضبه اكتر لما بتقول له ان الضابط اللي معاه كل الادله على اختها جالها قبلها بيوم وتحرش بيها، وكان عايز يقضي معاها ليله مقابل انه يخون جي ويديها كل الادله اللي معاه. وفعلا بيتعصب براهما وبيقرر انه هينتقم من اي حد اذى عيلته في يوم. وبيبدا بالضابط لانه كان اكتر واحد غيظه، وبيخلي رجالته يقوموا معاه بالواجب، وبيقول له انه لما كان الموضوع بينهم وبين بعض كان سايبه بمزاجه، انما عشان فكر بس انه يأذي اخته بياخد منه التليفون اللي عليه كل الادله، وبعدها بيقتله. وبعدها بيروح لصاحب القناه اللي شغال مع جي وبيديله 450 مليون وبيخليه في صفه هو وقناته. وبعدها بيبعت رجالته الفارما، واللي بنعرف ان هو اللي اداله فضايح الاعضاء كلهم اللي اداها لبهجت صابر، وبيدوله فلاشه وبيقولوا له ان عليها فيلم لازم يوريه للاعضاء بتوعه. وفعلا بيعمل كده، واول ما بيشوفوا الفيلم بيلاقوا قدامهم بهجت، واللي بيبدا يفضح كل اللي قاعدين بالمعلومات اللي اداها له براهما. وبيتعصب كل اللي قاعدين من فضايحهم اللي شايفينها وبيبداوا يزعقوا، لكن فجاه بيجي لهم براهما وبيهددهم انهم يا يسمعوا كلامه يا الفضايح دي هتكون للعلن. وفي الوقت اللي بيكون فيه براهما بينظف فيه الحزب على قد ما يقدر، بتعرف ساتيا ان اختها اختفت من المستشفى، وبتتاكد ان
ان جاي هو اللي ورا كل ده، وبتتصل بيه وكعاده بجاحته وبيقول لها ان هو اللي عمل كده فعلا، وبيقول لها انه عرف انها اتصالحت مع براهما ومش هيرجع لها اختها الا لو الاعضاء صوتوا له. وبنشوف ان جاي بيعمل كل ده بمساعده عبدول، واللي بيقول له انه بيساعده المره دي بنفسه لان بسببه تجاره لوكاس بقت في خطر، وان لوكاس كمان جاي بنفسه عشان يتولى المواضيع دي. وبتتصل ساتيا ببراهما وبتقول له على كلام جاي، وبيقرر يتحرك في ساعتها. وفي الوقت اللي بيتقابل فيه جاي مع لوكاس في الحفله بتاعته لاول مره، اتفاجئوا رجالتهم بره ان مسوم بدا هجومه عليهم باوامر من براهما. وطبعا سلمان خان طالع كضيف شرف في الفيلم ده، بس ده في الافوره ما بيتوصاش. فبعد معركه هنديه طويله يصعب على العين تكملتها بصراحه، بيقدر مسوم يفضي الطريق لبراهما اللي بيجي ويدخل على الجاهز. وبمجرد ما بيعرفوا باللي بيحصل بره بيبداوا كلهم يقلقوا وبيستخبوا كلهم في اوضه واحده واللي خاطفين فيها جنبي. وبيدخل مسوم وبراهما، وكالعاده مسوم بيفضي الطريق وبراهما بيدخل على الجاهز. وبيوصلوا للاوضه اللي مستخبيين فيها وبيفجر مسوم الباب وبيدخل. وبيتفاجئ الكل ان عبدول عارف مسوم، لا وكمان باين جدا انه خايف منه. لكن مسوم بيقول له انهم كلهم المفروض يطلعوا من الموضوع ده لانها مساله عائليه. وساعتها بيدخل كمان وراه براهما، واللي اول ما بيشوفه لوكاس نفسه بيخاف. وبيقول له جاي انت مستني ايه؟ هو ده السبب في كل حاجه، اقتله. وبيتفاجئ لما لوكاس بيقول له اقتل مين؟ انت ما تعرفش مين ده العراب. وبنعرف ان براهما ده هو الشخص اللي مدوخ العالم كله وراه، واللي اسمه ابرام قريشي. وقريشي ده اللي اتكلمنا عنه في اول الفيلم، واللي انت اكيد نسيته لان انا نفسي نسيته والله. المهم ان جاي اول ما بيسمع كده وبيعرف انه بقى لوحده بيبدا يخاف، لكنه فجاه بيبدا يتكلم بثقه وبيقول لبراهما انه كان متوقع ان الموضوع ممكن يوصل لكده، عشان كده مش هيموت لوحده. وبنروح ساعتها لساتيا، واللي بنعرف ان جاي حاطط واحد بعربيه نقل يراقبها ويقتلها اول ما يديله الامر. وفعلا بيديله الامر وبيتحرك الراجل وبيكون رايح يخبط عربيه ساتيا، لكن فجاه بيطلعوا رجاله براهما واللي كانوا مراقبينها عشان يأمنوها وبيقتلوا الراجل. ولما بيتصل بيه جاي وبيسأله خلصت، بيلاقي واحد من رجالة براهما بيرد عليه وبيقول له انه عمره ما هينجح في اي حاجة ضد زعيمهم. وبكده بتكون خلصت كل حيل جاي. وساعتها بيفاجئوا براهما لما بيديله نفس البخاخة اللي قتل بيها ابوه. وبصراحة عجباني قوي شخصية جاي في الفيلم ده، لانه مع انه طالع شخصية زبالة الا انه حتى عند الموت خد البخاخ وموت نفسه من غير اي خوف. وتاني يوم بتكتب ساتيا خطابها واللي هتقوله في الحزب، وانها بتتنازل عن منصبها لبراهما. لكنها لما بتطلع تقرا الخطاب بتلاقيه زي ما هو ما عدا بس اخر كلمتين، واللي لما بتقراهم قدام الناس بكل عفويه بنشوف ان براهما مغيرهم وخلاها تقول انها هتتولى هي المسؤوليه دي. وبيكلمها بعدها وبيهنيها وبيقول لها انه واثق انها قد المسؤوليه دي لانها بنت BKR. وبنشوف انه من بعد ما اطمن على اخته والحزب رجع تاني لشخصيته الحقيقيه، وهي العراب زعيم اكبر عصابات العالم. وبس هنا يكون الفيلم خلص. ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وتشترك في القناه، والاهم من ده كله انك تنزل في الديسكريبشن دلوقتي تبص بصه على قناه ولطها كوره واللي مستنيين فيها دعمك هناك. وبس، سلام.